شوفوا يا جماعة الخير، في هذا الموضوع يعني مقارنة دائما، لأن انصبابي الآن حول مواطن الاختلاف والاجتماع بين البخاري ومسلم. ما هي الأحاديث التي انفرد بها البخاري، وما هي الأحاديث التي انفرد بها مسلم عن البخاري، ولماذا البخاري تحاشى مجموعة من الروايات لم يذكرها. وعلى فكرة يا مرواني، شوف ابحث في ترجمة أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة من التاريخ الكبير، وفي ترجمة سالم، وفي ترجمة زوجة أبي حذيفة. مين يا دكتور طارق؟ من التاريخ الكبير للبخاري. راح تنصدم، راح مين هو؟ تنصدم. ايش اسمه؟ أبو حذيفة هذا اللي كان سالم مولاه، صاحب رضاع الكبير. اها، اوكي. خليني راح أعطيك بعض المفاتيح في وين تروح وتشوف، راح تنصدم وتبحث حتى في التاريخ الأوسط على هاي الشخصيات، على هاي الشخصيات هذه. إن الشيء بالشيء يذكر. إلى البارحة كنت ببحث في كتب التراجم عن ترجمة أبي حذيفة وترجمة سهل بن سهيل وكذا، وقعت على أمور غريبة عند البخاري. البخاري هذا صراحة رجل مبهر، حتى في سكوته سكوته كلام. حتى سكوته صمت للعظماء يا دكتور. صمت العظماء. أقسم بالله قال عبارة قالها في والثاب، هذا مولى عمر، أحد عتقاء عمر، قال: روى عنه الحسن ويعرفه أهل المدينة. يعرفه أهل المدينة. لماذا؟ لأن هذا هو أصح طريق روي في قتلة عثمان، منهم مالك الأشتر، ومنهم محمد بن أبي بكر، ومنهم حمران. وبعض هذا المؤرخين مثل الطبري قالوا إنه مجهول، يعني جهلوه، لأن ما روى عنه، قال ما روى عنه إلا الحسن. البخاري رفع الجهالة عنه فقال: يعرفه أهل المدينة. خلاص رفع لك الجهالة. يلا روح قبل روايته، وروح طعن في الأشتر ومحمد بن أبي بكر، ولا كرامة. فهذا المبحث يعني صراحة أقوم به بين الفينة والأخرى بالموازاة مع كتب المخالفين. هذا كتاب الكافي للكليني، باب ما نص الله عز وجل ورسوله على الأئمة عليهم السلام واحدا فواحدا، أي أن هذول الأئمة المنصبين منصوص عليهم من الله تعالى. أنا هذا الكتاب ما يهمني ما اشتريه ولو بحزمة بقل أو بربطة بقل، ولكن الذي يهمني كيف تعامل البخاري مع هذه الروايات، وكيف تعامل مسلم معها، ومن من الخليفة من الإمامين كان موفقا في طرحه، وكان أقرب إلى المنهج العثماني وأقرب إلى المنهج المرواني أو الأموي من الآخر. علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس، وعلي بن محمد عن سهل بن زياد أبي سعيد عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عن قوله عز وجل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فقال: نزلت في علي بن أبي طالب والحسن والحسين. هاي ملاحظة بسيطة حول هاي الرواية. إذن لما نزلت في علي والحسن والحسين، أي نعم، فشلون بقية الأئمة ليش ما يذكرون؟ إذن بقية الأئمة أضيفوا بطرق أخرى ملتوية وبرواية أخرى ملتوية. هذا مو من مبحثنا، لأن لكل مقام مقال. فقلت له: إن الناس يقولون فما له لم يسمي عليا وأهل بيته في كتاب الله عز وجل. يعني الناس يسألون ويتساءلون، هذا يدعي الوصية، وشلون هذا يدعي الوصية ويقول أنا وصي الله النبي عليه الصلاة والسلام، شلون ما انكتب اسمه واسم أبنائه في القرآن؟
كيف أزواج النبي كتبنا في القرآن؟ وشلون هذا ما ينكتب اسمه؟ كيف ما ينكتب اسمه في القرآن؟ وأنتم تدعون وتعطونه الإمامة، والإمامة أحد أهم أركان العقيدة عندكم. إذا كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا في القرآن 5 أو 6 أو 10 مرات، يا أيها النبي قل لأزواجك، يا أيها النبي قل لي كذا، يا نساء النبي، يا نساء النبي، يا نساء النبي، ثم يختم بقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فشلون يذكر نساء النبي وهن غير معصومات عندكم، ولا يذكر عليا وفاطمة وحسن وحسين وهم من المعصومين؟ فشلون؟ فالناس كانوا يتساءلون في ذلك الوقت، في هذا الوقت كان الناس يتساءلون، فقالوا ما له لم يسمي عليا وأهل بيته في كتاب الله عز وجل؟ فقال قولوا اللهم إن رسول الله نزلت عليه الصلاة والسلام، ولم يسم الله لهم 3 ولا 4 حتى كان رسول الله هو الذي فسر ذلك لهم. ونزلت عليه الزكاة ولم يسم لهم من كل 40 درهما، من كل 40 درهم حتى كان رسول الله هو الذي فسر لهم ذلك. ونزل الحج فلم يقل لهم طوفوا أسبوعا، شوف الكلمة أسبوع يعني، حتى كان رسول الله هو الذي فسر ذلك لهم. ونزلت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ونزلت في علي والحسن والحسين، فقال رسول الله في علي من كنت مولاه فعلي مولاه، وقال أوصيكم بكتاب الله وأهل بيته، فإني سألت الله عز وجل ألا يفرق بينهما حتى يوردهما علي الحوض، فأعطاني ذلك وقال لا تعلموهم فهم أعلم منكم، وقال إنهم لن يخرجوكم من باب هدى ولن يدخلوكم في باب ضلالة. فلو سكت رسول الله فلم يبين من أهل بيته لادعاها آل فلان وآل فلان، ولكن الله عز وجل أنزله في كتابه تصديقا لنبيه إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فكان علي والحسن والحسين وفاطمة فأدخلهم رسول الله تحت الكساء في بيت أم سلمة، ثم قال اللهم إن لكل نبي أهلا وثقلا، وهؤلاء أهل بيتي وثقلي. فقالت أم سلمة ألست من أهلك؟ قال إنك إلى خير، ولكن هؤلاء أهل بيتي وثقلي. فلما قبض رسول الله كان علي أولى الناس بالناس لكثرة ما بلغ فيه رسول الله وإقامته للناس وأخذه بيده. فلما مضى علي لم يكن يستطيع علي ولم يكن ليفعل أن يدخل محمد بن علي ولا العباس بن علي ولا واحدا من ولده، إذن لقال الحسن والحسين إن الله تبارك وتعالى أنزل فينا كما أنزل فيك أمرا بطاعتنا كما أمر بطاعتك، وبلغ فينا رسول الله كما بلغ فيك، وأذهب عنا الرجس كما أذهبه عنك. فلما مضى علي عليه كذا كان الحسن أولى بها لكبره، فلما توفي لم يستطع أن يدخل ولده إلى آخره. الرواية طويلة وفيها ما فيها من الفدلكات لا داعي لقراءتها. طيب الآن عندنا 3 أدلة شفناها. الأول فلم يسمي فسمى ونزلت عليه أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وإلى الأمر منكم، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. والحديث الثاني حديث الكساء، والحديث الثالث حديث الثقلين. 3 أدلة مجموعة هنا في هذا النص عند الكافي. وهذه الأدلة ال3 كيف تعامل معها البخاري ومسلم؟ ما موقع البخاري ومسلم وهما من أعظم مؤلفي الحديث في الجانب السني؟ لحظة. الحديث الأول من كنت مولاه، من كنت مولاه فهذا علي مولاه. راح نشوف صحيح
البخاري وصحيح مسلم، وراح نشوف التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط. راح نعمل بحث. إذن 3 مصادر أو 4: التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط وصحيح البخاري وصحيح مسلم. لا في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم بهذا اللفظ، يعني بلفظ من كنت مولاه. ذكر في التاريخ الكبير في إسماعيل بن نشيط العامري سمع شهر بن حوشب وجميلا، سمع منه أبو نعيم ويونس بن بكير. قال لعبيد قال حدثنا يونس سمع إسماعيل بن جميل بن عامر أن سالما حدثه سمع من سمع رسول الله يوم غدير خم من كنت مولاه فعلي مولاه. قال أبو عبد الله يعني البخاري في إسناده نظر. والبخاري لما يقول لكم في إسناده نظر معناته هذا الحديث باطل لا يصح. فقد ذكر عن نفسه في مقدمة كتابه قال وكل ما قلت فيه في إسناده نظر فلا يحتج به فهو ضعيف. الحديث الثاني في ترجمة سهم بن حسين الأسدي، يقول حدثني إلى آخره، ثم يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يوم غدير خم فأبلغ فقال ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم، نفس استدلال الكليني. أدن يا علي، فدنا فرفع يده ورفع النبي صلى الله عليه وسلم يده حتى نظرت إلى بياض إبطيه فقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. سمعته أذناي. قال ابن شريك فقدم عبد الله بن علقمة وسهم فلما صلينا الفجر قام ابن علقمة. شوف شلون يقول أتوب إلى الله من سب علي. قال أبو عبد الله وسهم مجهول ولا يدرى. من هذا سهم؟ سهم هذا الذي في إسناد الحديث هو هذا إسرائيل عن عبد الله بن شريك عن سهم بن حسين الأسدي قال قدمت مكة أنا وعبد الله بن علقمة. هذا سهم يروي عنه هذا عبد الله بن شريك. قال أبو عبد الله هذا سهم مجهول لا يدرى. كيف شلون أنا أروي الرواية عن مجاهيل؟ إذا لاحظوا كيف أن البخاري هدم عقيدة التنصيب بطريقة عجيبة. لم يذكره في البخاري لأنه ليس على شرطه، ولكن هنا يقول في ترجمة أبي إسحاق ربما عثمان بن عمر لا عثمان بن عاصم أبو حسين الأسدي الكوفي. هذا مو سهم، هذا أبو حسين. سمع ابن عباس وسعيد بن جبير وشريح والشعبي. سمع منه الثوري وشعبة وابن عيينة. إسحاق بن إبراهيم أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر سمعت أبا حسين، هذا صاحب الترجمة. ما سمعنا هذا الحديث حتى جاء هذا من خراسان فنعق به، يعني أبا إسحاق السبيعي، يعني من كنت مولاه فهذا علي مولاه. فتبعه ناس على ذلك، فتبعه على ذلك أناس. إذن موقف البخاري من هذه الرواية كلها التي جاء بها هذا الكاذب الهدم. الرواية الثانية وهي حديث الكساء. شلون يرويه هذا عليه مرط مرحن وعليه مرط مرحن. لاحظوا النتيجتين، لأنني أنا أصلا فاتح النتيجة في البحث صحيح البخاري صحيح مسلم التاريخ الكبير للبخاري والتاريخ الصغير أو الأوسط. طلعت لي نتيجتين من ضمن 4 كتب أو 5 كتب، 4: البخاري ومسلم والتاريخين الأوسط والكبير. يعني طلعت روايتين. الرواية الأولى يرويها مسلم في كتاب باب في التواضع وباب لباس كذا، باب من تواضع في اللباس أو شيء من هذا القبيل. أيوة هي هذه، الحمد لله الذاكرة لساتها قوية. باب التواضع في اللباس والاقتصار على التغليظ على الغليظ منه واليسير في اللباس والفراش وغيرهما إلى آخره. مو مثل حالنا نحن الآن، اشتري هذا واشتري النقش واشتري مفروشات كذا. كان رسول الله كان متقلل في حياته.
يروي الحديث هذا مسلم عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، ذو عائلة الطوام، أنا أسميهم عائلات يرثون الطوام، مثل عائلة السيستاني الآن وعائلة الصدر وعائلة كذا، عائلة تتوارث التشيع أبا عن جد. وحدثني إبراهيم بن موسى قال حدثني ابن أبي زائدة أي زكريا قال وحدثنا أحمد بن حنبل، هذا يرويه مسلم من ثلاثة طرق كلها عن مصعب بن شيبة، عن صفية بنت شيبة عمته، عن عائشة قالت رضي الله تعالى عنها وسلام الله عليها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود. هذه هي الرواية المحفوظة، هي هذه، ماكو رواية أخرى. يورد مسلم نفس الحديث بزيادة: باب فضائل أهل البيت. أنا الآن بصدد مو أمام صحيح مسلم، باب ما نص الله على الأئمة عليهم السلام واحدا نفس. وعلى فكرة هو حتى الكليني جاء بباب فضل هؤلاء الأئمة وكذا في كل واحد. باب ما نص الله تعالى على تفضيلهم وتقديمهم، باب ما نص الله تعالى على أنهم مأمورين من الله، باب ما نص الله من علمهم وأنهم يعلمون ما كان وما يكون، باب ما نص الله، يعني أمور فظيعة. على الأخير نجد هذه الأمور مبثوثة هنا في كتاب كنا 1200 سنة على تأليفه، نعتقد على أن الكتاب سني فول أوبشن، فإذا هو عباسي شيعي ربع سني. باب فضائل أهل بيت النبي، خلاص حسب لك المادة، هذا مو أهل بيته نساؤه، لا، حسب لك المادة. باب فضائل أهل بيت النبي. قال مسلم وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. شوف شلون اتغاضى عن الأسانيد الأولى التي فيها أحمد والتي فيها أبو كريب والتي فيها يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبي عن جده وفيها، لا، هو تغاضى عن تلك الأسانيد لأنها لا تخدم مشروعه، لا تخدمه. هو جاب لك هذا الإسناد: أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير، واللفظ لأبي بكر، وهذا أبو بكر كان فيه من التشيع للأسف الشديد. قال حدثنا محمد بن بشر عن زكريا اللي شفنا في الإسناد الأول، عن زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن صفية بنت شيبة قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، فقال: إنما يريد الله لي يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أنا الآن ما أقرأ من مسلم، أنا لعلي أقرأ من الكافي، ربما أنا أخطأت النجعة، لعلي أقرأ من الكافي، هي نفس الرواية. قال: فكان علي والحسن والحسين وفاطمة فأدخلهم تحت الكساء في بيت أم سلمة، ثم قال: اللهم إن لكل نبي أهلا وثقلا، وهؤلاء أهل بيتي وثقلي. فقالت أم سلمة: ألست من أهلك؟ فقال: إنك إلى خير، ولكن أهلي وأهل بيتي هؤلاء وثقلي. فلما قبض رسول الله. شلون تريد يا مسلم تقول؟ شو تريد تقول يا مسلم؟ ما الذي تريد أن توصله للناس يا مسلم؟ باب فضائل أهل البيت، خلاص حسم لك مادة أن أهل البيت هم نساؤهم، خلاص. هون نيجي على الرواية كلها تدور على مصعب بن شيبة، هذا صاحبنا مصعب بن شيبة. نعمل كوتش، يعني نعمل عليه تعليم، ونروح على ترجمة مصعب بن شيبة. هذا شلون مسلم يتفرد زرارة، هذا مصعب بن شيبة على السريع. مصعب بن شيبة بن جبير بن شيبة بن عثمان بن أبي طلحة القرشي العبدي المكي الجمحي أو الحجبي. الحافظ بن حجر قال لين الحديث، الذهبي قال فيه ضعف. جميل، شلون قال الذهبي فيه ضعف؟ راح نشوف. مصعب بن شيبة قال الدارقطني ليس بالقوي، هذا في مسلم.
هذا يا جماعة اللي تقولون نحن نضعف أحاديث مسلم، هذا في مسلم. هذا الدارقطني يقول لك ليس بالقوي. خاء ميم، لا كذب، ما روى له البخاري. البخاري لم يروي عنه، روى له في الأدب المفرد وفي التاريخ، لم يروي له. هذا غلط من واضع الكتاب. مصعب ابن شيبة، معرفة الصحابة، تاريخ الإسلام. مصعب بن شيبة، ميم، لاحظتم؟ قلت لكم البخاري لم يروي عنه، هذا في تاريخ الذهبي. عن صفية بنت شيبة عمة أبيه، وطلق بن حبيب، وعنه ابنه زرارة وزكريا بن أبي زائدة وابن جريج. إذن زكريا بن أبي زائدة هو من تفرد عنه في الرواية. قال أبو حاتم لا يحمدونه، قال الدارقطني ليس بالقوي، احتج به مسلم وغيره. خلاص سكت الذهبي، قال لك احتج به مسلم وغيره. دكتور طارق، ايه حبيبي، آسف المقاطعة بس استفسار. ايه تفضل تفضل. صفية بنت شيبة لا تصح لها رواية، صحيح؟ فيما أذكر أنها لم يصح لها إلا هذا الحديث، والله أعلم، أو حديثا آخر. لأن الدارقطني كما قيل في التهذيب عند ابن حجر العسقلاني قال لا تصح لها رواية. سبحان الله، سبحان الله، يعني ما عندها رواية إلا هذه. هي لم تذكر في الكتب إلا في هذا الإسناد. شو يا دكتور طارق هذه ده؟ كبروا مرواني، كبروا. أنا آسف والله دكتور طارق المقاطع، بس حبيت لا عفوا، لا العفو، أنا أحب شوف دكتور طارق، هذا كتاب التهذيب لابن حجر العسقلاني في الجزء العاشر، تمام؟ إيش يقول؟ في صفحة 430 يقول صفية بنت شيبة لها رؤية، وقال الدارقطني لا تصح لها رواية. أوف. لها رؤيا، أي أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم ولم تسمع، ولا تصح لها رواية عنه. نعم صح. هذا المصدر مرواني صح، بسم الله، أنت موجود يا أبوي.